السلام عليكم، أهلا بيكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الدوناتس المخبوزة في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان المقادير بتاعتها مظبوطة جدا، هتطلع معاكم هشة وقطنية وطعمها كمان لذيذ جدا. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف الوصفة بتاعتنا دي هنعملها ازاي مع بعض. بس الأول اللي لسه مشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. متنسوش تعملوا لايك للدونتس الحلوة دي، ويلا بينا على طول نبتدي في الفيديو بتاعنا. بنجيب بولة بنحط فيها 3 كوبايات من الدقيق، بعد كده هننزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة ورشة من الملح، كمان هننزل عليهم ببيضة، وبعد كده بقى هننزل عليهم بالعجينة اليابانية. طيب هنعمل العجينة اليابانية دي ازاي؟ مقادير العجينة اليابانية ربع كوباية من الدقيق وعليها كوباية الا ربع من المية، بقلبهم كده على البارد لحد ما الدقيق يختفي مع المية، وبعد كده بحطهم على نار هادية واقلب فيهم لحد ما يتكونوا ويعملوا عجينة بالشكل ده، بسيبها كده على جنب لحد ما تبرد تماما، بعد كده بحطها على المقادير بتاعتنا. هننزل عليهم بكوباية إلا ربع من الحليب، والحليب هنا بيكون حليب دافي مش سخن ومش ساقع، وبحط شوية بشوية، يعني هنحط شوية ونبتدي العجن، وبعد كده بركنه على جنب وكل شوية بزود للعجين بتاعي شوية بشوية. بس كده هاخد بقى كل الكلام ده وابتدي ان انا اعجنه. أنا حطيتهم في العجان بس عشان يسهّل عليَّ يعني وأنجز بسرعة، ولكن أنتِ بتبتدي إن أنتِ تعجنيهم عادي جدًا ما فيش مشكلة، هنبتدي إن إحنا نعجنهم. أنا كده حطيت مقدار الحليب كلّه، بقى معايا العجينة بالشكل ده، هاوريها لكم كمان شوية الملمس بتاع العجينة بيكون عامل إزاي. بافضل أعجن فيها كده لحد ما تبقى طرية جدًا وبتبقى فيها تلزيقة زي ما هتشوفوا دلوقتي، تبقى ملزقة كده بالشكل ده. هي كده اوعي تزوّدي دقيق، يعني لمّا تلاقيها كده هي دي المقادير المضبوطة، لو زوّدنا دقيق إحنا كده بنعمل عيش، فاهمينّي؟ ده مش عيش، دي donuts يعني لازم تكون طرية، تطلع معايا طرية. هننزل عليهم بقى بمعلقتين كبار من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة، بابتدي إن أنا أعجنهم تاني، باعجن بقى بارجّعها تاني في العجّان أو باعجنها تاني بإيديّا ما فيش مشكلة، وبابتدي إن أنا أدوّب بقى الزبدة تمامًا. بافضل أعجن فيها لحد ما الزبدة خلاص تختفي وتبقى معايا بالشكل ده، كده خلاص العجينة بتاعتي بتكون جاهزة. هاوريها لكم كمان شكل العجينة بيكون عامل إزاي. ده شكل العجينة خلاص كده بتكون العجينة بتاعتي جاهزة، بتبقى عاملة زي اللبانة كده وفيها تلزيقة بسيطة، هي دي كده العجينة المضبوطة بتاعتي. خلاص بالمّها بقى وباشكّلها كده كورة علشان أسيبها ترتاح، إحنا مش بنخمّرها، يعني أول مرحلة دي مش بنخمّرها، إحنا بنسيبها ترتاح بس ربع ساعة. شوفوا ده شكلها بتبقى طرية كده، الملمس بتاعها بيكون حلو جدًا. بس كده هاغطّيها بقى وهاسيبها ترتاح 10 دقايق، ربع ساعة، وابتدي دلوقتي إن أنا أشكّلها. كده خلاص عدّى تقريبًا ربع ساعة، بابتدي إن أنا أشكّلها. جِبت الميزان وبدأت إن أنا أعملها كِوَر صغيّرة كده، أنا عملت كل كورة 50 جرام، بس عشان يكون شكلها متناسق وكلّهم مقاس واحد. في الفقرة دي أنا مش باخمّرها، أنا بس هاخلّيها ترتاح كمان 10 دقايق، خلاص كده كوّرناهم بالشكل ده، باغطّيها وباسيبها بقى ترتاح 10 دقايق، ربع ساعة كمان، وبعد كده بابتدي أجيب الصاج اللي هادخّله الفرن وباحط ليه ورقة زبدة أو بادهنه بالزيت عادي، بس أهم حاجة يا جماعة لو هنستخدم ورقة زبدة عشان في أنواع الدوناتس بتلزق فيها،
فنستخدم ورقة زبدة تكون نوع كويس مش بيلزق فيه الحاجة، تمام كده؟ بابتدي بقى أجيبها جِبت العجينة يعني وشكّلتها كده على الدايرة الصغيّرة بتاعة المفرش السيليكون. أنتِ مجرّد ما بتلمسيها كده بإيدِك خلاص بتتفرد بقى بتاخد شكل الدايرة كده، استخدمت أي حاجة صغيّرة عندي ممكن أعمل بقى الفتحة اللي هي في النُص دي. إحنا مش ما استخدمتش هنا القطّاعة بتاعة الدوناتس ولا حاجة، هي كده دايرة كده بافردها كده بإيديّا شبه القرصة يعني، وبدأت إن أنا أعمل الفتحة اللي هي في النُص دي بأي حاجة مدوّرة عندِك بقى. بارُصّهم في الصاج وباسيب مسافة ما بين كل واحدة والتانية بالشكل ده، دي الكمية اللي طلعت معايا، كمية حلوة جدًا. كمان سِبت مسافة ما بين كل واحدة والتانية عشان إحنا بقى كده هنسيبها بقى تخمر، يعني هو ده بقى وقت التخمير بتاعها. شكِّلتها بالشكل ده، باركنها على جنب بقى لحد ما تخمر ترتفع وتبقى هتاخد الشكل اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. يعني إحنا عجناها وسِبناها ربع ساعة ترتاح، بعد كده شكّلناها كِوَر صغيّرة وسِبناها كمان ربع ساعة ترتاح، وبعد كده شكّلناها بقى شكل الدوناتس ده بقى وقت التخمير، هنسيبها بقى براحتها لحد ما تخمر وتاخد معايا الشكل ده، تبقى يعني مقلبظة كده ومنتفخة كده وتاخد معايا شكل الدوناتس المعروفة دي، هي كده ده شكلها جاهزة بقى إن هي تدخل الفرن. بابتدي إن أنا أشغّل الفرن بتاعي وأسيبه لحد ما يسخن، وبابتدي إن أنا أدخّلها على فرن سُخن، تمام، لازم الفرن يكون سُخن ما بادخّلهاش على الفرن بارد أبدًا، وبعد كده باخد بالي من التسوية بتاعتها لإن هي مش بتاخد وقت كتير في الفرن، فناخد بالنا علشان ما تنشفش تبقى يعني ناشفة، فهي لازم تكون طرية، يعني أول ما تاخد لون بسيط من تحت بادّيها لون بسيط من فوق وبس كده، تلاقوها بقى هشة وقطنية وطرية. تعالوا كمان نشوف شكلها من جوّه بتبقى عاملة إزاي. بُصّوا بقى شكلها من جوّه طرية وهشة وفعلًا عاملة زي الإسفنجة. أهم حاجة زي ما قُلت لكم تمشوا على المقادير مضبوطة، وكمان الخطوات تمشوا على الخطوات اللي إحنا عملناها كده مع بعض، هتطلع معاكم أحلى من دي كمان، فيا رب إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، بجد خفيفة وبتطلع ألذ بكتير من المقلية، يا رب تجربوها إن شاء الله بنفس الطريقة وبنفس المقادير وتعجبكم. باجهّز بقى الصوصات بتاعتنا، جِبت صوص نوتيلا وكمان زبدة لوتس وباغطّسها فيها كده بالشكل ده، كمان ممكن نحشيها من جوّه بنعمل بس بسكينة كده بنعمل فيها فتحات من جوّه أو من تحت فيها من تحت، وبابتدي أدخّل الصوص فيها بيدّيها كمان طعم حلو، بس كده. بافضل بقى أعمل لحد ما أخلّص الكمية كلّها. كده خلاص خلصت الكمية بتاعتي بنبتدي بقى نزينها كده تزيين سهل وبسيط اللي هي باللوتس جبت بسكوت من بتاع اللوتس وكسرته كده عليها من فوق بالشكل ده كمان اللي هي بالنوتيلا جبت بسكوت بالشوكولاتة وكمان كسرته عليها كده من فوق بالشكل ده اداها شكل بسيط وفي نفس الوقت شكلها حلو ولذيذ يعني وكمان حطيت الباقيين دول حطيت عليهم اللي هو المكسرات حطيت عليها شوية من المكسرات كده وبس كده الدوناتس بتاعتنا كده بتكون جاهزة. جبت بقى علبة للتقديم وبدأت أرص فيها الدوناتس بالشكل ده كده الدوناتس بتاعتنا بتكون جاهزة وكمان بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا يا رب الفيديو يكون عجبكم ويا رب كمان تجربوا الوصفة هي فعلا حلوة جدا ولذيذة لو جربتوها هتحبوها بالطريقة دي أحلى بكتير من المقلية بجد فيا رب الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو استنوني إن شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير على خير شكرا لكم مع السلامة